تيكونوا تيختاروا واحد منهم اللي تيتسمى ديك الساعه نصاب، اللي تينصب اللي تينصب ماشي داك النصاب اللي تينصب الطنجيه، وبقى الاختصاص ديالها انه هذاك اللي نصبها راجل وتتكال في الزنقه ما تتكالش يعني ديما الرجال هما اللي مازال تيصوبوها، وبقاو تتصايب على برا من الدار بعيده على النصيب ديال الدار. هي خصها الفرناتشي، بقى الراجل اللي تينصبها، والفرناتشي الراجل هو اللي تيطيبها. بقى عندها هذه الخصوصيه هذه الطنجيه. ايوا سيدي ايوا ما كرهناش تورينا كيفاش غادي تنصبها. غادي نديرو الطنجيه ديال الغلمي. الطريفات اللي درنا هذا ملج، هذه العنقره، هذا الكتف، الطريفات اللي ديال الطنجيه تيتستاو تيكونوا بحال هكا كيدوبوا من بعد ياجوع نقرا وسميتو. واخا باش كتبدا الطريقه اللي باش تنصايبوها تدق باللحم، تبدا باللحم هو الاول. اللحم هي الاولى طبيعي ما كترقدوا في حاجه، ما كيمشي ديريكت تتستفى هكا اللحم في الطنجيه. اييه شحال تقريبا دابا هذه ديال شحال كيلو ونص؟ هذا تقريبا هذا كيلو ونص. شحال يمكن ياكلوا فيه؟ 6 الناس؟ كيلو ونص ياكلوا فيه. 6 الناس ياكلوا فيه. واخا درنا اللحم تنزيدوا عليها الثومه من الفوق. اييه شويه تقريبا شي 3 المعالق صغار دابا كيلو ونص. شويه على الكمون، شويه الكمون. تنزيدو المصير. هذا بان لي المصير باين مع السل قديم، ماشي داك المصير جديد. هذا تيتسمى نيت المعسل. كيطلق داك الماء ديالو معسل، لانه هو الملحه ديال الطنجيه. ما كديرش الملحه فيها، تيكون هو مالح. شحال تقريبا تيبقى هذا شي عام؟ هذاك تقريبا تيكون عام هذا عنده عنده الفوقيه باش تيولي في هذا اللون هكا، وتيعطي حتى النكهه حتى هو ديالته تيولي، وتيشرب ديك الملحه لانه تيترقد بزاف في الملحه. تيشرب ديك الملحه، داكشي باش ما تنضيفوش الملحه للطنجيه. درتي 1 ونص. وهذا السمن المدوب. السمن البلدي، غير السمن كطيب غير بالسمن. السمن هذا مدوب صافي، بارك الله، لانه تيعطي ديك النكهه ديال السمن البلدي الحقيقي ماشي كله. لا ما ماشي شويه قياس. دروكا ما باقيش تيكون ليدام بزاف، لانه الناس تيفضلوا تكون ناقص ليدام تماما. هذا دابا هذا الزعفران شعره، النضق ديالو بوحدو. هذا الزعفران شعره كتفزقو شويه. كنفزقو هنا تيرخي اللون ديالو. تقريبا شي غرام. تقريبا شي غرام. واخا تيكون هكا. هو الزعفران عرفتي غالي ماشي. لا غالي دابا، ولكن تيعطي واحد النكهه زعما اللي هي ديال التليوين. هذا ديال التليوين هو اللي كاين كاع بزاف. وبالنسبه قلتي تليوين، بالنسبه للزعفران زعما اجود الزعفران في العالم هو الزعفران التليوين. الله يودي. كدير شحال هاد الثمن؟ نص كاس الماء صافي. هذا الكاس اللي غادي نديرو ديال مع الزيت. لا ما نزيد لا والو. سبحان الله العظيم. داكشي ما تيطلق شويه الماء ديالو. الحمراء غادي تطلق اسمه. والطنجيه هي في الحقيقه خصها تكون مشحره، ما يكونش فيها البلال ديال التغماس ولا شي حاجه. ولكن بحال دابا داك اللحم تيطيب هكاك مغطي صافي هكاك بيض. الصهد ديالو كيطيب، ما كيلصق ما يلصق ما والو. هنا فين تيكون ثاني الدور ديال الفرناتشي هو اللي تيدير الطنجيه في واحد الوقيته في العافيه مجهده. الوقيته اللي تيحس بها بانه بدات تتغلى تيكحزها، تيعاود يحيدها من هذيك العافيه، تيعاود يردها العافيه مهله على هذيك العافيه الاولى. تصايب الطنجيه تتشد. لا هذا الكورده هذه صغيره ما كتحرك. لا لانه ما تتصلش العافيه لتما. العافيه راه هي في النص ديال الطنجيه فين تتكون العافيه. اما الفوق ديالها تتكون هي مردومه، تتردم في هذاك الرماد، وهي تتسمى كاع عندها واحد الاسم اخر تتسمى بنت الرماد. بنت الرماد لانه في الرماد تطيب. الآن جا موعد وصفة الشيف كمال اللي غادي نتعرفوا معاه على طريقة خاصة في تحضير الكفتة. وباش يوجد لينا هاد الشهيوة ديالو مشى الشيف كمال مع الحاج مصطفى باش يشري كل ما غادي يحتاجو. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم. معلم بخير. علام. لاباس بك يا سلام. تمام الله بخير. الله يبارك فيك اخويا. الله يحفظك. جينا ناخذ عندك شي كفيته. مرحبا. على حقها وطريقها. مرحبا. عندك الكلوه كاينه. شي طريف ديال الفوله.
بوسويط. بالنسبه للعطريه الشيف كمال كيقترح علينا مجموعه ديال التوابل اللي غادي تمشى مع الكفته، واللي هي الكمون، فلفله حمراء، الملحه والقرفه، قزبور ومعدنوس، الثومه، النعناع مرددوش، تمر، وفي الاخر كيزيد القرقاع واللوز وكيطحن هاد العناصر كلهم نوبه وحده، ومن بعد كنجمعوا كاع هاد العناصر بيدينا وها الكفته موجوده. سيد الحاج، بالنسبه للكفته شفتك زعما درتي واحد الشكل مع فيها اللوز، فيها القرقاع، فيها التمر، فيها زعما ما بقاتش هذه غير الكفته، هذه دركا راه ولات جامعه واحد العدد ديال الفيتامينات، غادي يعطي واحد المذاق، واحد الفيتامينات، تعطي المذاق وفيها عدد ديال الفيتامينات. صوبنا شويه ديال طلعنا شويه الكفته هكذا في القطيب، كملوها. وبالخصوص ملي غادي تشوى على الفخر تعطيها واحد النكهه خاصه. الفخر ما يمكنش. حنا لها انت كتشوف بقات داك الشيء شويه غليظ، درنا لها غير طحنه وحده، خصوصا داك مرددوش كيعطي واحد مرددوش. هو الا كان غير مرددوش بوحدو كيبارفيوم والبصيله تعطي واحد النكهه مهمه. هي الا كانت شويه هكا مش حمراء كيتقبط مزيان. ايوا هي الكفته خصها تكون مدمه ثاني، الا كانت ناشفه كان ناشفه دروكا ما تركب كاع في القتيب، ما تركبش في القتيب. خصك دير هذاك الشويه ملي كتحل شويه روميه وتسنى. دابا سيدي غادي ندوزو للشويه، هذا هو الحق. نعم، تشهينا ندوقو هاد الكفته سيدي موجوده. بسم الله. حاج مصطفى بان لي كلشي واجد. نعم السي نجيه هي ملبيه مزيان ومشحره لنا وما فيهاش قوه الإدام والقصير ديالها، وباش تكمل الاكله هي يكون الخبز بحال هكا بلدي. وهذا الخبيز نيت هو اللي صلح لنا لهاد الكفته اللي تشوات سخيخنا كديرها الا بغيتي في الساندويش مع شويه ديال هاد الشليضه هادي، ولا كتاكلها هكذا في الطبسيل بلا خبز. يعني كل واحد والشهوه ديالو. الشليضه ديالنا هي الكفته واجده. حنا تنشكروك بعدا على هذا الاستقبال ديالك وديك الجوله استطلاعيه ومفيده اللي درنا معاك في المدينه. تبارك الله عليك. الحمد لله على الناس بحالك اللي تيخليو هذه السمعه ديال العمل. ايوا حنا الحمد لله ديما الحرفه ديالتنا تنحافظوا باش نخليوها في ديك الاصاله ديالتها ونحافظوا عليها. كي قلتي لي من اب الجد والحمد لله تنتعاقبوا. انا درك راني تزيدت وليداتي راه كيشتيني كل واحد تيخدم بيديه ماشي زعما. الحمد لله تبارك الله عليكم. نشكركم. بارك الله فيك. شكر جزيل. بارك الله فيك. بارك الله فيك. وانا تنقول لكم الى الحلقه المقبله ان شاء الله. مع السلامه.